مرحبا بكم في قناة هل تعلم الرياضية؟ مفاجأة جديدة في عالم كرة القدم. من فترة لأخرى أصبحنا نشهد ثورة كبيرة في عالم كرة القدم، سواء كان ذلك داخل أرضية المستطيل الأخضر أو خارجها. آخر أشكال الثورات في عالم كرة القدم تم الكشف عنها رسميا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، وتتعلق بحفل جوائز الأفضل في العالم The Best. هذه الجوائز التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سنويا للأفضل في اللعبة، رجال وسيدات شرطة، ستختفي تماما بداية من العام القادم 2026، وتحل محلها جوائز أخرى. ويعد النجم عثمان ديمبيلي جناح نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا آخر المتوجين بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم 2025، وذلك قبل الإعلان عن الجوائز الجديدة. وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة السويسري جياني إنفانتينو مذكرة تفاهم مع مجلس دبي الرياضي خلال القمة العالمية للرياضة. هذه المذكرة تنص على إقامة حفل جوائز الأفضل في العالم بالتعاون بين فيفا ومجلس دبي الرياضي. ووفقا لبيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيكون هذا الحفل هو الوحيد للأفضل في العالم بداية من عام 2026، وهذا يعني إلغاء حفل The Best لأفضل لاعب في العالم، والاكتفاء بالجوائز الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميا، وذلك بالتعاون بين فيفا ومجلس دبي الرياضي كما ذكرنا.